السلام عليكم. كنت في مشوار الصبح وانا راجعه عديت على محل الفراخ، لقيته عامل عرض 2 كيلو اجنحه ب 100 جنيه. قلت اما اجرب كده، انا اول مره في حياتي اعمل اجنحه الدجاج، بس عايزه اقول لكم ان النتيجه رهيبه. ما يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف عملناها ازاي. عندي 6 فصوص من الثوم، 4 حبايات من الطماطم، بصلايه متوسطه، قرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد. والبهارات هتبقى كالاتي: فلفل اسمر حبهان مطحون، كوبيبه صيني، وعندي معلقه من الكاري، معلقه من البابريكا، معلقه من الجنزبيل، معلقه من الملح. ضربنا كل الكلام ده مع بعض وحطيت ربع كوبايه من الخل وربع كوبايه من الزيت. بس كده، اظن مفيش اسهل وابسط من كده. التتبيله دي كانت ريحتها خطيره، ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. وابتديت ان انا احط التتبيله على اجنحه الدجاج زي ما انتم شايفين كده. نسيت اقول لكم ان انا الجناح فصلته، خليت الحته دي لوحدها والجزء التاني لوحده. وابتديت بقى ان انا احط الخلطه التتبيله دي على اجنحه الدجاج، وبعد كده هحطها في التلاجة مده ساعتين 3، ولو باتت في التلاجة هتبقى افضل، هتشرب من التتبيله وتبقى احسن. بعد ما طلعتها من التلاجة لفيتها في ورق فويل ودخلتها على الفرن. حطيتها الاول تحت كده على الشبكه على طول من تحت، خدت بالظبط ساعه الا ربع لحد ما استوت. وبعد كده شلت ورقه الفويل وحطيتها تحت الشوايه، خدت لون. مفيش اسهل وابسط من كده، والنتيجه تحفه. الريحه كانت جايبه اخر الشارع، ولا الصوص اللي هو في الصينيه ده حكايه لوحده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم.